وحشتوني جدا. فترة طويلة جدا ما اشتغلش نتيجة ظروف الشغل وبعض الظروف كده خارج عن ارادتي، لكن الحمد لله رجعت لكم النهارده مباراة الزمالك والبنك الاهلي. وعشان ما اطولش عليكم تعالوا نشوف مع بعض ازاي كابتن مدحت عبد الهادي خلانا نحس ان الكرة سهلة قوي. تابعوني انا صاحب الكرة وتحليل مباراة الزمالك والبنك الاهلي. فرقه زي البنك الاهلي اساس شغلها بيلد اب والضغط العالي على المنافس عشان يحاولوا يفتكوا الكوره من مناطقهم، خصوصا ان هم بيمتلكوا سرعات في الثلث الاخير فيقدروا يتحولوا بسرعه، خصوصا ان زي ما كنا بنقول دايما ان اقل او اسوأ فتره لاي فريق لما بيتم افتكاك الكوره وهو بيبني الهجمه. عشان كده هتلاقي ان في كثافه عدديه كبيره جدا قافلين بيها عمق الملعب عشان يمنعوا الزمالك من انه يخرج من العمق، فبيبدا الزمالك يخرج على الاطراف، منها بيبدا الوينجرز يرجعوا يردوا مع الباكين، وبيتحول الفريق ل 4-1 الثنائي التمانيتين، واحد بيميل على الناحيه اليمين عشان يقفل والتاني بيميل على الناحيه الشمال عشان يقفل لو اتلعبت الناحيه او اتعكست الكوره الناحيه الثانيه. فبالتالي بتلاقي ان الممرات كلها مقفوله، وده تحديدا كان موجود في البدايات. يبدا الزمالك انه يدور الكوره الناحيه الثانيه عشان انا مش لاقي متنفس في الناحيه الشمال للزمالك اللي هي يمين البنك، بتتلعب الكوره ناحيه الونش، وهنا بيشتد الضغط من هلال عشان الونش يشتت الكوره تطلع بره. فالزمالك في البدايات كان بيفقد الكوره كتير. بص لما بتتحول لناحيه الهلال برضه الوينج بينزل معاك، هنا اللعيب الرقم 8 الثاني اللي هو بيبقى هلال في الحاله دي هو اللي بيميل الناحيه اليمين، بيبقى حمدي علاء الناحيه الشمال بيبقى هلال بيميل عشان يقفلوا الناحيه دي تماما، برضه بيبقى نفس النتيجه، بيضطر المسلوسي انه يرجع للدفاع، يشتد الضغط، يلعب الكره الطويله بتروح للبنك الاهلي. فضل الحال ده على الاقل اول ربع او ثلث ساعه من الجيم لحد لما بانت الفكره اللي بيشتغل عليها كابتن مدحت عبد الهادي، وهي انه يحاول يستغل المنطقتين يمين وشمال لاعب الارتكاز الثاني. زي ما كنت قلت لكم بتتحول في الضغط ل 4-1 ففي لعيب هنا ارتكاز على يمين وشمال، وفي مساحات لو عرفت تضرب خط الضغط الثاني اللي هو الرباعي اللي تحت المهاجم هتقدر ان انت تشتغل بالبوكيت يمين وشمال. ده سيف جعفر اللي بينزل وبياخد معاه قلب الدفاع سعيد سمبوري، هو اللي بينزل يستلم هنا، وبيبدا ناصر منسي يخطف في المساحه. ليه؟ عشان يخلق مساحه في العمق ما بين قلبين الدفاع يقدر يتحرك فيها مصطفى شلبي او زيزو اللي بيضم احيانا كتيره في القلب لما سيف جعفر هو اللي بيتطرف. نفس الكلام مصطفى شلبي، مجرد ما انت عرفت تضرب الخط الثاني في فريق البنك الاهلي كل سنه وانت طيب معاك مساحات كبيره تقدر تشتغل. مصطفى شلبي بيضرب، لو مصطفى شلبي ما بيحتفظش بالكوره كتير ووصل الكوره لسيف يودي الزمالك 3-4 في موقف خطوره كبير، خصوصا مع تحركات ناصر منسي الذكيه جدا. في الشق الهجومي اشتغل كابتن مدحت عبد الهادي على تفصيله معينه. طبعا هو انت ما عندكش وقت كبير انك تعمل تكات وتركات وبعض التفاصيل وسحب وخلق مساحات، لا، بس انت ممكن تشتغل على عنصر او على لعبه معينه تضيف لك في الحاله الهجوميه، خصوصا مع وجود لعيب مهاجم زي ناصر منسي بيجيد التحرك كويس جدا على اطراف الملعب. ده ناصر منسي اللي المفروض مكانه يبقى هنا في قلب الملعب، سايب قلب الملعب وبيتطرف عشان يخلق مساحه في العمق يقدر يتحرك فيها هنا الوينج او فتوح، لما مصطفى شلبي هو اللي بيفتح عشان يسحب الباك معاه بيخلي مساحه في العمق لفتوح. فتوح بيسرق مساحه في ظهر الدفاع، لو اللعبه دي اتلعبت مظبوط لفتوح ممكن تودي فتوح مستريح وجول. ميزه الكادر ده ان هو فاتح لك اللعبه فانت شايف الحال عامل ازاي. بص ناصر منسي بياخد سعيد سمبوري في المساحه هنا لان زيزو سحب يعقوبه ينزله لتحت، خلاص هو نازل معاه في وسط الملعب فبقى في 3 بس ورا. يجي ناصر منسي يهرب في المساحه بتاعه زيزو عشان ياخد سعيد سمبوري ويسيب بس الجزار في قلب الملعب لوحده، يهيئها ناصر لزيزو لو عنده سرعه شويه في اتخاذ القرار ان هو كل تفكيره انه يحتفظ بالكوره، فده مقلل انتاجيه زيزو بشكل كبير الفتره اللي فاتت. لكن في النهايه زيزو لو لمح بس مصطفى شلبي او لو دخل وزاد هجوميا وعنده الجرأه انه يقدر يخش ويقتحم المساحه ممكن يصنع الفارق. بس في النهايه الفكره ايه؟ ان ناصر منسي بيتحرك بيخلق فجوه في العمق لاي حد من الوينجرز سواء مصطفى شلبي او زيزو او حتى سيف جعفر اللي بيقدم الزياده الهجوميه. ومن هنا هننتقل للشق الثاني اللي خلى الزمالك يتطور هجوميا. انا مش هعرف اعمل البيلد اب في ظل ضغط فريق البنك، بس انا هقدر اشتغل على كذا فكره. المحور الاولاني اللي اتكلمنا عنه اللي هو البوكيت، المحور الثاني اللي هو فتح الوينجرز بتوعك سواء كان مصطفى شلبي في الناحيه الشمال او زيزو او سيف جعفر اللي بيعملوها بالتبادل، واحد فيهم يفتح عشان دايما يتحط في موقف 1 ضد 1 مع الباك ويبقى في مساحه كافيه للوينجر انه يقدر يضم في القلب ويقدر يراوغ ويعدي في موقف 1 ضد 1. ومصطفى شلبي يشتغل كويس جدا على اسامه ابراهيم البطيء، عشان كده بابا فاسيليو نزل بسيوني اللي عنده سرعات وقوه دفاعيه اكبر. بص مصطفى شلبي قدر يحط اسامه في ظهره، لو مصطفى شلبي كان وشه جوه شويه كان ممكن اسامه ياخد فيها انذار ويطرد ويصعب المهمه تماما على
كل اللي انت محتاجه في الكوره حاجتين. عشان كده دايما في بعض الناس تقول لك الكوره سهله قوي. هي فعلا الكوره سهله، الكوره سهله قوي، لان انت لو في بعض الخطوات عملتها بس بشرط ان لعيبتك تنفذها صح، الموضوع هيبقى سهل جدا جدا تماما. بص هنا عيل غلق هنا في عمق الملعب عشان حمدي علاء ومحمد فتحي ما يقدروش يطوروا اللعب، ما يقدروش يستلموا ويكسروا خط الضغط الثاني، فيقدروا يمرروا لهلال وبامبو واحمد ياسر. بص الكثافه والضغط في عمق الملعب. وبص معايا اللقطه اللي بعد كده، بص الهاي لاين ديفنس اللي عامله الزمالك وعلى خط واحد، ومقربين جدا من خط الوسط، مقربين من نصر المنسي، بتتكلم تقريبا بحوالي 25 او 30 يارده. هو ده ضغط دفاع الزمالك، فبالتالي فريق البنك بقى مخنوق، ما بقاش فيه مساحه للرباعي الهجومي، فما شفتش حاجه تقريبا طول الشوط. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل.